نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار السودان اليوم. رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد حركة العدل. التقى البرهان وفد حركة العدل والمساواة السودانية، وأكد أن موقف الحركة بالانحياز لجانب القوات المسلحة. خطة لإجلاء ما يزيد عن 100,000 أسرة من مدينة الفاشر. قال رئيس حركة تحرير السودان إنهم يخططون لإجلاء ما يزيد عن 100,000 أسرة من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والمعسكرات المحيطة بها خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن إفراغ المدينة من كامل السكان السبيل الوحيد للحفاظ على أرواحهم. اللجنة العدلية العليا تعقد اجتماعها الأول. عقدت اللجنة العدلية العليا اجتماعها الأول بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتو سودان، وذلك بإشراف رئيس القضاء عبد العزيز فتحي الرحمن. وفاة 3 أشخاص وإصابة العشرات بالكوليرا في جنوب السودان. توفي 3 أشخاص على الأقل وأصيب 68 آخرين بالكوليرا جنوب ولاية الخرطوم. وشهدت المدينة انتشار الوباء نتيجة عدم توفر مياه الشرب النظيفة وتدهور الوضع البيئي. والي كسلة القوات المسلحة ماضية في عهدها بتحرير البلاد. أكد والي كسلة أن القوات المسلحة ستقوم بتطهير كل شبر من دنس الجانب الآخر